بيقولوا علينا جيل فاشل، جيل تافه، انتوا جيل ما بيستحملش. بيقولوا علينا ان احنا مش زيهم، ان احنا مش بنعرف نستحمل وما عندناش هدف. بس اللي بيقول كده شايف كمية الضغوط اللي جوانا، شايف كمية المقارنات اللي احنا بنتعرض لها في اليوم. قبل ما تحكم علينا اسمع قصتنا. احنا اتولدنا في جيل التغير فيه بقى أسرع من أي حاجة. في 20 سنة بس العالم كله اتغير 180 درجة. كل حاجة بقت شاشة، كل حاجة بقت مقارنات، في كل لحظة لازم تقارن نفسك بغيرك. احنا مش بس بنمر بضغوط اقتصادية، احنا كمان تعبانين نفسيا. في إحصائية بتقول حوالي 18% من الشباب من عمر 12 ل 17 سنة مروا بنوبة اكتئاب العام الماضي. تخيل، يعني يعتبر 1 من كل 5 تعبان نفسيا، ومع ذلك تلاقيه مبتسم واللي جواه ميت. كنا بنسمع زمان اشتغل واتعب وانت هتبقى كويس. دلوقتي النجاح الوصول ليه اتغير تماما. الوصول ليه صعب جدا، محتاج صبر وفكر جديد. بس خليني اقولك حاجة، احنا مش جيل فاشل، احنا جيل اتولد وسط فوضى ومع ذلك لسه بيحلم. المخترع الهندي الامريكي مانوج اخترع وحدة تقنية مياه بسيطة جدا انقذ بها الالاف من الناس. وده دليل على ان الايمان بالفكرة هو سبب النجاح والاختراع والابتكار. احنا مش جيل فاشل. في مصر في شباب بيبدأوا تعليم اونلاين وبيعلموا آلاف الناس على الانترنت، ومع ذلك هو اصلا ما عندوش دعم كبير. هو ده بقى الجيل اللي بيقولوا عليه فاشل، الجيل اللي بيبني رغم ان الارض تحته عمالة تتهز بتوقعه، ولكن هو واقف وثابت زي الجبال. ده الجيل الفاشل. المشكلة مش اننا فاشلين، المشكلة اننا في ضوضاء شديدة جدا. كل الناس بتتكلم ولكن محدش بيسمع نفسه. الناس بقت بتقيس التعب والمجهود بالأرقام بس. يعني أنا عندي كام متابع علشان أطلع أعمل فيديوهات؟ أنت جالك كام لايك في الفيديو اللي أنت عملته قبل كده عشان تقول أنا تعبت فيه؟ أنت حسابك في البنك متكون من كام رقم؟ معاك كام ألف؟ وده ميزان فاضي، فاضي. بس علشان تبقى مطمن من جوه، ربنا بيقيس بالتعب والمجهود مش بالأرقام. ربنا بيقيس بالنية مش بالرقم. فاطمئن، أهم حاجة النية تكون خالصة. انت لو عملت عمل أقل من غير لفت نظر ولكن قلبك لله ونيتك لله، فده أفضل بكتير من أي ترند طالع دلوقتي. فاطمئن يا صاحبي. الفشل مش انك تقع، الفشل انك تبطل تقوم. ولو كل يوم بتقوم ولو خطوة صغيرة، فانت تأكد ان انت مع الوقت بتبني نجاح ضخم. انت شوف لو كل يوم عملت حاجة صغيرة، شوف مع الوقت ممكن توصل لإيه بقى بعد 2 3 مثلا. هنا بقى لازم نسأل نفسنا سؤال، ايه اللي احنا نقدر نتحكم فيه؟ ايه اللي نقدر نغيره دلوقتي؟ انا هديك 5 حاجات تبدأ بيهم لو انت مش عارف تحط لنفسك. اولا، حط لنفسك وقت محدد في اليوم. انا مش هحدده، انت تحدده على حسب يومك. وقت صغير مثلا 10 دقايق، ربع ساعة، ساعة، على حسب ما وقتك يسمح. اتعلم فيه حاجة جديدة. لو انت مثلا عاوز تحفظ فيه قرآن، احفظ قرآن، اقرأ، اتعلم مهارة جديدة. يعني مهارة جديدة في وقت صغير في اليوم. تاني حاجة، وانت بتشتغل او وانت بتذاكر التليفون تبعده عنك نهائي. اعمل للعالم الخارجي ميوت وذاكر واشتغل. اي مشتتات امحيها من قدامك. تالت حاجة، سجل اهداف صغيرة تعملها في الاسبوع، بس حاجة تتعمل فعلا. ما تحطليش حاجة فوق طاقتك وما تعملهاش وترجع تقول انا معرفتش اعمل، انا فاشل. ما اكيد طبعا مش هتقدر.
ما انت بتشتغل او بتدرس، فانت فعلا يومك مليان، يومك مفيهوش الا حاجة صغيرة بس. فحط حاجة صغيرة تقدر تعملها فعلا، بحيث في اخر الاسبوع تحس ان انت نجحت. رابع حاجة، دور على صحاب يشجعوك بجد، دور على مجتمع يعرف قيمتك بجد. ما ت- اوعى 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 تصاحب ناس تحبطك، اوعى. 2 3 يشجعوك احسن من متابعين واصحاب بالالاف يحبطوك. 5 حاجة انصحك بيها، واهم حاجة انصحك بيها، يعني لو تطلع بدي من الفيديو بس فانت كده ملك، انك تحافظ على صلتك بربنا. صل ولو بدقيقة، باستغفار، بتوبة، بتسبيحة، لو فاضي شوية اقرأ قرآن، صلي، هكذا. صل ولو بدقيقة، قلبك هيقوى، وهتبص فعلا الحاجة في ايدك تبقى سهلة. وإنه ليسير على من يسره الله. الحاجات دي صغيرة، بس لو استمريت فيها هتحس فعلا بالتقدم والنجاح. احنا مش جيل فاشل، احنا جيل اتظلم في المقارنة، انكسر في التجارب، ولكن لسه واقف على رجليه ولسه عنده أمل. يا صديقي، اوعى تخلي السوشيال ميديا هي اللي تحدد قيمتك. قيمتك مش في عدد المتابعين ولا أرقامك، قيمتك في نيتك، قيمتك في تعبك، قيمتك في سعيك اللي مش ظاهر للناس. مش لازم الناس تعرف انت بتعمل ايه. لو كل يوم بتقوم رغم تعبك، بتجاهد رغم خوفك، فتأكد ان انت ناجح عند ربنا قبل اي بشر. احنا جيل بيتربى على الألم علشان يصنع الأمل. احنا جيل اللي هنكتب تاريخنا بإيدينا مش زي ما الناس شايفاه. احنا الجيل اللي هنكون زي ما ربنا مقدر له، مش زي ما الناس عاوزانا. وعاوز أفكرك أن الله عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لكل جيل حكمة، الأجيال اللي قبلنا الحكمة بتاعتها اتعرفت. احنا جيل لسه معرفناش الحكمة بتاعتنا، ولكن أنا متأكد إنها هتفوق كل الأجيال، والعالم كله هيعرف إن الجيل دهوت هو اللي كتب التاريخ فعلا. وعاوز أفكرك بقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يا صديقي، قوم وكمل، وخليك انت النور اللي الجيل ده محتاج له، واوعى تلتفت لأي حد. تذكر، الملتفت لا يصل. ركز على هدفك، خليك انت النور. ذاكر، اجتهد، اشتغل علشان تعرفهم ان احنا مش جيل فاشل. وبكده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبك الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وتكتب لنا رأيك في التعليقات. وطبعا لو في اي حد محتاج حلقة زي دي ابعت له الحلقة فورا، وشيرها لكل اصحابك علشان يعرفوا اننا مش جيل فاشل، ولكن احنا جيل اتظلم. واكتب لنا طبعا انت عاوزنا نعمل ايه في الحلقات القادمة، وايه اللي ممكن نعدله في السيت اب بتاعنا مثلا، او في جودة التصوير والمونتاج وكده، عشان نقدر نحسن من نفسنا طبعا. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.